بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الاعزاء، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده رجعت لكم بوصفه جديده. هنعمل النهارده الكنافه المحشيه بالكاستر. طبعا احنا في شهر رمضان الكريم، اعاده الله علينا باليوم والخير والبركات. فقلنا ان شاء الله النهارده هنعمل اكله حلو، حاجه مميزه شويه، اللي هي الكنافه المحشيه بالكاستر، او ممكن طبعا نحشيها بالكريمه. كل حاجه متاحه. بس النهارده قلنا طبعا في حلقات كتير على اليوتيوب معموله بالكريمه، اللي هي الكريمه البيضاء. وان احنا ان شاء الله هنعمل حلقه مختلفه شويه، وهنعمل الكريمه هي الحمراء، ونشوفها ازاي. على بركه الله نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا نص لتر ميه، بنحط عليهم كوبايه كاستر بودره. اللي هو طبعا اللي عايز يحط كاستر فراولة، كاستر مش المتاح يعني. ومعايا معلقتين كبار نشا، يبقى معلقتين نشا على نص كوباية أو كوباية من الكاستر اللي هو الفراولة. بندوبهم في حوالي عن نص لتر مية. بندوبهم على البارد الأول كده، وبعدين من غير سكر ولا أي حاجة، يدوبوا خالص مع بعض كده، وبعدين نحطهم على النار ونقلبهم لغاية لما يتماسكوا بخليط متجانس. دي أول خطوة بنعملها قبل ما نعمل أي حاجة، عشان طبعا تلحق تبرد شوية. معايا النهاردة كيلو ونص كنافة، المقادير بالظبط أقولها لكم. طبعا هعمل النهاردة مقاس صينية، مقاس حوالي صينية 50 سنتي. فطبعا هتاخد كيلو ونص كنافة. بجيب الكنافة طبعا بقطعها حتات صغيرة كده، وابدأ بحط عليها اهم حاجة عشان الكنافة تتماسك. حط عليها حوالي عن كوباية من سكر البودرة. سكر البودرة دي مهم جدا يا جماعة في الكنافة، يخليها متماسكة وبيديها اللون اللي هو اللون الذهبي اللي احنا بنشوفه في المحلات الحلوانية. يبقى اهم خطوة ان احنا بنجيب على الكيلو ونص كوباية من سكر البودرة، ونبدأ نقطع الكنافة خالص كده، نفتتها من بعض عشان نبدأ نرصها في الصينية. يبقى معايا النهاردة كيلو ونص كنافة. بعد ما قطعتها جامد بنجيب نص كيلو سمنة، سمنة روابي، سمنة جنة، أي سمنة موجود، لو في سمنة بلدي مفيش أي حاجة. بنبدأ نحط حوالي عن ربع كيلو الأول كده على الكنافة، ونبدأ نخلطها. يبقى احنا حطينا كوباية سكر بودرة، وادي حوالي برضو عن كوباية من السمنة او ربع كيلو سمنة. ونبدأ ندخل الكنافة مع السكر مع السمنة كلهم، بعد ما فرولنا وقطعنا الكنافة خالص اهيت، ومزجنا الخليط كله مع بعض. بنجيب صينية مقاس 50، ونبدأ ندهنها سمنة من تحت، ونبدأ بنحط أول طبقة. الطبقة طبعا ما بتكونش سميكة، بتكون يا دوب كده إيه، في القاع بتكون خفيفة، ما بتكونش سميكة خالص يعني. بنجيب الكنافة ونبدأ نفرد أول طبقة من الكنافة، ونضغط جامد. هنا مرحلة الكبس، نبدأ نضغط على الكنافة عشان طبعا تعمل لنا ديسك متماسك. يا ريت نتابع الخطوات يا جماعة. الكنافة دي جميلة جدا، وطعمها كان خطير بجد يعني. كل اللي كل منها شكر فيها. بنبدأ نعمل حرف على الصينية. حرف اهوت بنجيب من الكنافة اللي بره، ونبدأ نعمل حرف للصينية كده، عشان طبعا احنا دلوقتي هنحط الخليط، فاحنا مش عايزين الخليط يوصل القاع او حرف الصينية. فاحنا الامان احسن ان احنا بنعمل حرف للصينية كده من شوية الكنافة الموجودين. عملنا لها حرف تمام. نبدأ نجيب الكسر اللي احنا عاملينه، ونبدأ طبعا الكسر بيكون سميك شوية. طبعا الكسر مش محطوط عليه الا فانيليا فقط. بنجيب الكسر، شايفين سمكه عامل ازاي اهوت، ولسه سخن طبعا. ونبدأ نوزعه على الصينية. دي كاستر فراولة، اللي حابب يحط كاستر برتقان او كاستر مشمش او اي لون تاني مفيش اي مشكلة. اللي حابب يحط كريمة بيضة نفس الطريقة برضو.
احنا النهارده عملنا الكسر بميه بس يا جماعه، ما عملناش لبن ولا حاجه، يعني حلقه اقتصاديه جدا عشان ما حدش يقول احنا ايه هنكسل وحاجه. كل حاجه متاحه اهو. الكسر عملناه بميه، مش عملناه بلبن، ميه فقط، ميه ونشا دوبناه، ومش حاطين سكر ولا اي حاجه. طبعا مش حاطين سكر ليه؟ عشان طبعا لسه هنحط ايه شربات، فالشربات طبعا بينزل على الخليط ده فبيسكره. بعد ما حطينا الخليط نبدأ نفرد الطبقة، طبقة اللي هي الكاستر ديت نفردها في الصينية. وطبعا احنا عاملين احرف او حرف على سور الصينية كده، فما نخافش ان الكاستر لو جه في الاخر مفيش اي مشكلة. نوزع الكاستر بظهر المعلقة كده في الصينية على الصينية كلها كده تمام. ونبدأ نجيب النص التاني من الكنافة ونبدأ نرشه من فوق كده، بحيث ان احنا نغطي الكاستر كل هيته. ديت طريقة جميلة، يا ريت تجربوها وان شاء الله هتدعولي. حاجة جميلة جدا. ممكن تعملوها طبعا. اللي مستكبر الموضوع او الموضوع كبير ممكن ينقص او يخليها النص او الربع. انا قلت لكم المقادير، قلنا المقادير تاني: كيلو ونص كنافة جبناها وهريناها خالص كده وقطعناها، وحطينا عليها كوباية سكر بودرة، حطينا عليها الأول كوباية سمنة وخلطناها مع بعض، ولسه طبعا هنحط سمنة تاني بعد ما نسوي الوش اهوت. يبقى احنا حطينا الوش اهوت، نبدأ ضغطة خفيفة كده، ما نضغطش جامد، على اساس ان احنا بس نثبت الكنافة. ادي ضغطة بالراحة عشان طبعا في كسر في النص، لو اتكينا جامد ممكن يطلع من الحرف ولا حاجة. وادي وصوابعنا كده او الاربع صوابع نبدأ نسكن الكنافة كده وكده، جاهزة تمام. ادي الكنافة اهيت، حاجة مية مية اهيت. الصلاة على النبي. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. نبدأ نرش الكمية التانية من السمنة، حوالي عن كوباية كبيرة برضو من السمنة، نرشها على الوش كده، وعلى طول الفرن بيكون شغال، وننزل ندخل الصينية في الفرن على طول. يا دوب تاخد وش. طبعا دلوقتي هنقلب الصينية، هنقلب الصينية، نخلي زي ابسايد داون كده، لفوق تحت ولتحت فوق. نبدأ نشيل الصينية بالراحة كده اهيت، يبقى لتحت بقت حمرا والفوق لسه بيضة طبعا. فهندخلها، قلبنا الصينية دلوقتي، وهنبدأ ننزل اللي احنا قلبناه ده، ننزله الصينية تاني في نفس الصينية برضو اهيت. نزحلقها بالراحة كده، نزلت مكانها مية مية، ونبدأ نحطها في الفرن تاني عشان تاخد وش احمر جميل. ونكون مجهزين الشربات انا عامل الشربات بالظبط على ديت. قلنا هنعمل كيلو ونص سكر على لتر ميه، كيلو ونص سكر على لتر ميه، على معلقتين كبار عسل جلوكوز، على عصير ليمونتين. نبدأ ننزل الخليط اهوت. طبعا خليط بارد، اللي هو الشربات بارد، والكنافة سخنة. الكنافة طالعة من الفرن سخنة. خدت معايا كيلو ونص سكر، خدت معايا لتر مية، معلقتين كبيرة عسل جلوكوز بعد الغليان طبعا، بعد ما الخليط يغلي، عصر ليمونتين عليهم، ونسيبه يبرد خالص. اول ما الصينية تطلع سخنة نبدأ ننزل عليها الشربات. طبعا الناس اللي بتشتكي من الكنافة بتكون ناشفة وكده، كتر الشربات شوية، خلي الكنافة تشرب شربات كتير. هتبدأ طبعا شايفين المنظر الشربات قد ايه. طبعا الكنافة هتشرب دي كل هيتو، وكل ما تشرب طبعا هتطرى. الناس اللي بتشتكي من نشفان الكنافة زود شربات شوية، ويكون شربات ما يكونش تخين خالص. هو شربات اللي هو البلح الشام كده، لا، بيكون مقدار كيلو ونص سكر على كيلو مية. ادي الكنافة غرقانة شربات اهيت، هتشرب الخليط ده كله هيتو شربته اهيت. بعد نص ساعة لقيناها شربته خالص اهيت تمام. لونها جميل، طعمها اجمل، يا ريت تجربوها. ديت كانت حلقة النهاردة.
حلقة جميلة. قلنا طبعا عشان خاطر رمضان ما ينفعش رمضان يعدي كده واحنا ما نعملش صينية كنافة جميلة كده. ان شاء الله هنعمل كنافة تانية بأشكال مختلفة تانية. يا ريت يكون الفيديو عجبكم. ان شاء الله هنعمل مع بعض حلويات تانية عشان رمضان، وهنعمل ان شاء الله حلقات جديدة. انتظرونا ان شاء الله في حلقات جديدة. يا رب اللي عجبوا الفيديو يا ريت يا جماعة لايك للفيديو وشير للفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان الفيديو يصل لأكبر عدد. ان شاء الله احنا بيكم هنكمل مع بعض. هنشوف طبعا الكنافة دلوقتي من جوه بعد ما نقطعها، نشوف شكلها عامل ازاي. بنقطع حتة طبعا كده ونشوف الشكل. طبعا انتوا شفتوه في اول فيديو اللي هو الشكل الاحمر ده بيكون من جوه. الحشوة طبعا بتكون جميلة. طبعا الشربات يا جماعة بنحط عليه فانيليا